بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أبشر إخواني المسلمين في كل مكان بما وعد الله به عباده المؤمنين في شهر رمضان المبارك من المغفرة والرحمة والعتق من النار لمن اجتهد في هذا الشهر الكريم وأخلص عمله لله وصدق في معاملته واجتهد في طاعته. وهو قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فوصيتي للجميع تقوى الله عز وجل في كل وقت، وفي هذا الشهر بالوجه الأخص، لأنه شهر تضاعف فيه الأعمال الصالحات، والله جل وعلا يجود فيه على عباده، فينبغي المؤمن والمؤمنة الاجتهاد في هذا الشهر الكريم بأنواع الطاعات من الصلاة والصدقة وقراءة القرآن والإكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وسؤال الله الجنة والتعوذ به من النار والعناية بالوالدين وصلة الرحم والدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأسلوب الحسن والرفق والحكمة، لما في ذلك من الخير العظيم ومضاعفة الأجر. وينبغي للمؤمن في هذا الشهر الكريم أن يعتني عناية تامة بحفظ صيامه عما حرم الله عليه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والجهل معناه التعدي على الناس وظلمهم، فالوصية الحرص، كل الحرص على حفظ الصيام والقيام من جميع المعاصي، من الغيبة والنميمة والكذب وظلم العباد في نفس أو مال أو عرض وعقول الوالدين أو أحدهما وقطيعة الرحم وأكل الربا وسائر المعاصي. عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله الحرص والاجتهاد في حفظ الصيام عما حرم الله، والإكثار في هذا الصيام وفي ليالي الصيام من كل عمل صالح، وذلك بالإكثار من قراءة القرآن بالتدبر والتعقل، والإكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وتعليم الناس الخير وإرشادهم إليه وتحذيرهم من كل ما يخالف أمر الله، والإكثار من الصدقة عن الفقراء والمساكين إلى غير هذا من وجوه الخير. والله جل وعلا المسؤول أن يتقبل منا ومن جميع المسلمين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يرزقنا في شهرنا هذا مضاعفة الجهود في طاعته والاستقامة على أمره والحذر من كل ما يغضب، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمر المسلمين لكل خير، وأن يصلح قادتهم، وأن يهديهم صراطهم المستقيم، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد كل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم القول والعمل، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يوفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.